السلام عليكم. دوال الخصيتين من اكتر الاسباب اللي بتاثر على الخصوبه، وممكن تاثر على اي شاب في اي سن، وغالبا بتبدا من غير ما تلاحظ حاجه. في اللي بيكتشفها بالصدفه، وفي اللي بيحس بتقل بسيط بيزيد مع المجهود او الوقوف لفترات طويله، وفي اللي بيكتشف حاجه غريبه ظهرت في كيس الصفن زي شبكه عروق كده. في الفيديو ده باذن الله هنعرف ازاي الدوالي بتحصل، وليه بتحصل اكتر في الخص الشمال، وامتى لازم تتعالج قبل ما تسبب مشاكل في الخصوبه او ضمور في الخصيه لا قدر الله. الخصيتين ليهم وظيفتين مهمين جدا ومكملين لبعض، وهما انتاج الحيوانات المنويه وافراز هرمون الذكوره التستوستيرون. وعشان يقدروا يشتغلوا كويس لازم يوصل لهم دم كفايه، وتكون درجه الحراره حواليهم اقل من درجه حراره الجسم العاديه. طيب السؤال المهم، ازاي الدوالي بتحصل؟ عشان نفهم ازاي بتحصل خليني احكي لك القصه من البدايه. الدم بيخرج من القلب ويدخل الشريان الاورطي البطني ابدومينال اورطه، ومنه بيتفرع الشريان الخصوي. الشريان ده هو الشريان الرئيسي اللي بيكون فيه الدم الغني بالاكسجين اللي بيروح يغذي الخصيه وخلايا انتاج الحيوانات المنويه. الشريان ينزل جوه الحبل المنوي ويدخل الخصيه ويوزع الدم على الخلايا والانسجه. الدم بعد ما يوزع الاكسجين والمغذيات يتجمع في شبكه الاورده اللي حوالين الخصيه، وشبكه الاورده دي تتجمع في وريد واحد يرجع الدم للقلب تاني. لحد هنا تمام. المشكله امتى بتحصل؟ سبحان الله، ربنا خالق جوه الاورده صمامات صغيره جدا تفتح عشان تطلع الدم لفوق، وتقفل عشان تمنع رجوعه تاني. عشان خلاص الدم ده احنا استخدمناه وخدنا الاكسجين اللي فيه، فلازم نطلعه للقلب تاني يحط عليه اكسجين ويبعته مع الشريان الخصبي يغذي الخصيه من تاني، وهكذا. لكن لما الصمامات دي تضعف او تتلف لاي سبب، زي الوقوف لفترات طويله او زياده الضغط في البطن او حتى الاسباب وراثيه، الدم ما يعرفش يطلع كويس ويبدا يرجع لتحت. النتيجه ان الدم بيتجمع جوه الاورده حوالين الخصيه، ومع الوقت الاورده دي تتمدد وتوسع، وده اللي بنسميه دوالي الخصيتين. يعني ببساطه توسع في اورده الخصيه بسبب رجوع الدم في الاتجاه المعاكس. طب ليه بتحصل في اغلب الناس في الخصيه الشمال؟ احنا قلنا ان الدم بعد ما يغذي الخصيه بيرجع تاني عن طريق الاورده بتاعتها. الوريد بتاع الخصيه اليمين بيرجع الدم مباشره للوريد الاجوف السفلي، يعني الدم اللي راجع من الخصيه بيدخل على طول على الوريد الرئيسي اللي رايح للقلب، فطريقه مباشر وسهل، فالضغط بيكون قليل ومفيش مقاومه كبيره. اما الوريد بتاع الخصيه الشمال بياخد الدم ويروح بيه على الوريد الكلوي الايسر ليفت رينال فين، وبعد كده الوريد الكلوي نفسه هو اللي بيصب في الوريد الاجوفي السفلي. وده معناه ان الطريق هنا اطول واعقد شويه. ده غير كمان ان الوريد الخصوي الشمال بيدخل في الوريد الكلوي بزاويه 90، يعني الدم طالع من تحت وداخل على مجرى جانبي مش في نفس الاتجاه، فكل ده بيزود المقاومه ويخلي الضغط جواه اعلى. عشان كده من 80 ل 90% من الحالات بتكون في الخصيه الشمال. طيب ازاي الدوالي بتاثر على الخصوبه؟ لما الاورده اللي حوالين الخصيه تتمدد والدم يبدا يتجمع حوالينها، فده بيعلي درجه الحراره، وده خطر لانه قلت لك ان الحيوانات المنويه محتاجه درجه حراره اقل. وعشان كده دوالي الخصيتين من اشهر اسباب تاخر الانجاب. دوالي الخصيتين ليها 3 درجات رئيسيه. الدرجه الاولى بتكون بسيطه وما بتتحسش بسهوله، الدكتور يطلب من المريض انه ياخد نفس عميق ويكتمه ويحاول يضغط كانه بيكح او بيحزق عشان يقدر يحسها. الدرجه الثانيه تتحس بايد الدكتور اثناء الفحص. الدرجه الثالثه بتكون واضحه بالعين والدكتور يقدر يعرفها بسهوله. ندخل على اخر حاجه وهي العلاج. اول حاجه لو الدوالي بسيطه ومفيش تاثير على الخصوبه وتحليل الحيوانات المنويه طالع كويس، ففي الحاله دي ما بنلجاش للجراحه، بنتابع الحاله بس وبنعمل فحص دوري وتحليل سائل منوي كل فتره. ثاني حاجه لو في اعراض، يعني في وجع مزمن، احساس بتقل او سخونه، التحليل في مشكله في عدد وحركه الحيوانات المنويه، ساعتها بنبدا نفكر في العلاج الجراحي. والعلاج الجراحي له طرق كتير، سواء جراحه تقليديه او منظار او قسطره، ولكن افضل طريقه وهي الجراحه الميكروسكوبيه. الجراح بيقدر يستخدم ميكروسكوب جراحي عشان يقدر يحدد الاورده المصابه بس ويقفلها، ويقدر يحافظ على الشريان الرئيسي والاوعيه الليمفاويه. بعد العمليه المريض يبدا يحس براحه تدريجيه من الالم. من بعد 3 شهور نبدا نلاحظ تحسن في حاله السائل المنوي. ولازم تعرف ان التحسن بياخد وقت، لان انتاج الحيوانات المنويه بياخد من 75 ل 90 يوم من اول انتاج الخلايا لحد الحيوان المنوي الكامل. بس كده، يا رب المعلومات تكون مفيده. ما تنساش تشترك في القناه عشان المعلومه توصل لغيرك.